السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدي قناة ثقافة كروية. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد ضمن سلسلة فيديوهات تقديمية للاعبي المنتخب المغربي بمونديال قطر 2022 القادم إن شاء الله. اليوم سيكون الحديث حول المهاجم عبد الرزاق حمد الله، أحد أكثر اللاعبين إثارة للجدل في السنين الأخيرة، والهداف بالفطرة أينما حل وارتحل. قلب الهجوم الذي يحفظ طريق شباك عن ظهر قلب، الذي انتظر هذه اللحظة طويلا لتحقيق حلم الطفولة والظهور في أكبر حدث كروي. بعد شد وجذب وسجال شغل الجمهور الرياضي الذي كان أكبر مطالبين بحضور حمد الله لصفوف المنتخب الوطني، وبعد غياب طويل من خلال مكالمة هاتفية مع وليد تم طي الخلاف، وقدم حمد الله اعتذاره وحكم لغة العقل طمعا في تحقيق مجد ضاع مع مرور السنين والتقدم في العمر. إذا عن سن 32 سنة يقود عبد الرزاق حمد الله خط هجوم النخبة الوطنية، وكله أمل في هز الشباك وممارسة هوايته المفضلة، حيث أنه كان دائما الهداف أينما حل وارتحل. بجميع أقمصة الفرق التي لعب لها أسعد جماهيرهم، واليوم مهمته إسعاد الجمهور المغربي. رغم توقف الدوري السعودي وغيابه عن المنافسة قرابة الشهر، لكنه اشتغل جيدا على الجانب البدني ويبدو مستعدا بالشكل المطلوب. بالنسبة لنقاط قوة حمد الله فتتجلى في الفعالية أمام المرمى والتحرك الجيد بالكرة وبدونها، كما أنه له تقنيات محترمة يستغلها لخلق فرص بشكل فردي، بالإضافة إلى قوته في الضربات الرأسية وتسديد ضربات الجزاء. زد على ذلك البنية الجسدية القوية التي تساعده في صراعه مع المدافعين. فيما يخص نقاط الضعف فتتمثل في نقص اللياقة البدنية وعدم القيام بالأدوار الدفاعية وسرعة نرفزته وخروجه ذهنيا من المقابلات، لكنه يبقى أحد أبرز اللاعبين والمطلب الجماهيري الأول خلال السنين الأخيرة. نتمنى أن يكون في الموعد ويقود خط هجوم النخبة الوطنية بالمونديال القادم إن شاء الله. إذا كان هذا الفيديو خاص بحمد الله. إلى اللقاء إن شاء الله في فيديوهات قادمة تقديمية للاعبي النخبة الوطنية بمونديال قطر القادم. مع السلامة.